السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي وأحبائي، الفاهم رحيم وكل قاس غبي بالضرورة. مش كل كلمة بتتقال بنقف عندها، بس في كلمات كده بتخبط فينا وبتخلينا نسأل نفسنا، هو فعلا القسوة جهل؟ ولا الرحمة محتاجة فهم أكبر بكتير من اللي احنا فاكرينه؟ يمكن احنا طول عمرنا بنشوف الرحمة ضعف، وبنشوف اللي بيسامح او بيعدي انه طيب زيادة عن اللزوم. بس الحقيقة ان اللي فاهم عمره ما يجرح بسهولة، وعمره ما يقسم من غير سبب، لان ادراكك لمشاعر اللي قدامك مش رفاهية، ده وعي. وكل ما فهمك يكبر قلبك بيهدى وبيوسع وبيعرف يحتوي، وكل ما فهمك يضيق بتبتدي تحكم وتقسي وتقسى. النهاردة هنسأل سؤال مهم، هو احنا بقينا قاسيين ولا بقينا مش فاهمين بعض؟ انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد، راديو على كيفك. في ناس فاكرة ان القسوة شخصية قوية بقى، وان اللي بيكبر دماغه او ما بيهموش حد ده جامد. بس الحقيقة ان اسهل حاجة في الدنيا انك تقسى وانك تحكم من غير ما تفهم، انما الاصعب انك تسامح وتستحمل وتحاول تشوف الصورة كاملة. الشخص الرحيم مش ضعيف، ده واحد شايف اكتر وفاهم اكتر، فاهم ان كل واحد فينا شايل حاجة محدش شايفها. لكن خلينا نبقى صريحين شوية، احنا بقينا مستعجلين نحكم، مستعجلين نرد، مستعجلين نزعل، بقينا بنسمع علشان نرد مش علشان نفهم. السوشيال ميديا دي خلتنا نشوف جزء من الناس ونحكم على الكل. حد كتب بوست يبقى ده شخصيته، حد اتعصب مرة يبقى ده طبعه. ما هو مفيش حد بيدي فرصة يفهم، ولا حد بيسأل انت كنت حاسس بايه. تخيل كده، حد اتأخر عليك، لو مش فاهمه هتزعل وتقول ده مستهتر، لكن لو فاهم ظروفه هتعديها. حد رد عليك بأسلوب وحش، لو مش فاهم هترد أسوأ، لكن لو فاهم انه مضغوط يمكن تسكت او تهدى. الفهم مش بيبرر الغلط، بس علشان محدش يمسك عليا النقطة دي، هو بس بيخليك تختار رد فعل اهدى، تمام؟ عشان الناس اللي بتقعد ماسكالة على واحدة، ها؟ انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد، راديو على كيفك. واحد صاحبي كان بيقول لي انا كنت فاكر ابويا قاسي جدا، لحد ما كبرت واشتغلت واكتشفت انه كان شايل فوق طاقته، وكل اللي كان باين منه القسوة بس. ساعتها بس فهمت وزعلت، بس مش منه، زعلت اني فهمته متأخر. الرحمة مش انك توافق على كل حاجة، ولا انك تسمح لحد يكسرك، لا بالعكس. الرحمة انك تفهم وبعدها تقرر. ممكن تسامح وممكن تمشي، بس من غير كره. قولولي بقى، في مرة حكمتوا على حد وبعدين اكتشفتوا انكم كنتوا فاهمينه غلط، او حد فهمكوا صح في وقت كلكم كنتوا ضده؟ ما تنسوش تجاوبوني على السؤال ده في التعليقات. رحمة يعني تكون حنين، نية صافية وقلبي لين، ماشي نتوزع محبة عالقلوب الطيبة. رحمة يعني تحس بيا
تبقى فاهم اللي فيه. تبقى تمسح دموعي لو دموعي ريقة. رحمتك مفتاح قلوبهم وبسببها بقيت محبوب. اوعى تنسى في اي لحظة ان ربك رب قلوب. رحمتك مفتاح قلوبهم وبسببها بقيت محبوب. اوعى تنسى في اي لحظة ان ربك رب قلوب. يمكن مش محتاجين نبقى أطيب ناس في الدنيا، بس محتاجين نبقى أوسع شوية، نسمع أكتر، نستنى قبل ما نحكم، ونسأل قبل ما نقسى. لأن ببساطة مش كل قاسي شرير، بس هو غالبا مش فاهم، ومش كل رحيم ملاك، بس أكيد شايف أكتر. خلي دايما عندك مساحة إنك تفهم قبل ما تحكم. يمكن الرحمة مش ضعف، يمكن الرحمة فهم ورزق. في النهاية بنقول الفاهم رحيم، وكل قاس غبي بالضرورة. فإدراك مشاعر الآخرين لا يخرج إلا من شخص واعي. فكلما اتسع الرزق رق القلب، وكلما ضاق الفهم اشتدت القسوة. انتظرونا في حلقة جديدة إن شاء الله يوم الخميس القادم، ونقول لكم باي. يلا نبدأ كلامنا خفيف على الراديو، نغني ونضيف ضحك قصة ومشوار جديد. راديو على ما تفرج يا سلام، مع محمد سعد أحلى كلام. تعالى واسمع واركب الأحلام من كل شارع ومن كل بيت، حكايات الناس وأصوات قريبة نحكيها ونعيشها بكل حبيب. راديو على ما تفرج يا